خلة الاسنان اضرارها اكتر من فوائدها بكتير. رقم 1 ممكن تسبب جروح بسيطة في اللثة اثناء الاستخدام. رقم 2 لو ضغطت جامد ما بين الاسنان وبعضيها بتسبب لك نزيف في اللثة. رقم 3 احنا بنستخدمها اصلا عشان ننظف ما بين الاسنان وبعضيها، وهي اصلا مش بتنظف بنسبة كبيرة ما بين الاسنان وبعضيها. رقم 4 مش بتمنع التسوسات ولا بتمنع البلاك اللي هو بيكون الجير بعد كده بفاعلية زي الخيط، لكن يعتبر الخيط الطبي هو من افضل الادوات اللي تستخدمها عشان تنظف ما بين الاسنان وبعضيها، لكن لازم تستخدمه بالطريقة الصحيحة وتحت تعليمات الدكتور ازاي تستخدمها. الخيط الطبي بيمسح الجوانب اللي فرشة الاسنان ما بتعرفش توصل لها وانت بتغسل سنانك. رقم 2 بيقلل التهاب اللثة ونزيف اللثة بشكل كبير جدا. رقم 3 بيشيل البلاك قبل ما يتحول لتسوس الاسنان ما بين الاسنان وبعضيها. ورقم 4 مهم جدا للوقاية من امراض اللثة المزمنة. في بداية استخدامك للخيط الطبي هتواجه مشاكل كتيرة زي ان انت ازاي اصلا تستخدم الخيط الطبي، فلو عايزين فيديو ازاي نستخدم الخيط الطبي بشكل صحيح ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات وهعمل لك فيديو ازاي اصلا نستخدم الخيط الطبي بشكل صحيح من غير ما نجرح اللثة وتكون بطريقة آمنة. الخيط يعتبر حاجة اساسية لصحة اسنانك واللثة. اختار صح واسنانك هتشكرك.